أهلا بكم. أهلا بكل مشاهدي قناة مباشر مع حنفي، وحكاية جديدة من حكاياتنا المستخبية، حكايات تحمل بين جوانبها أسرار عميقة، حكايات بتقابلنا كل يوم في كل شارع، داخل كل بيت، خلف كل باب، وعيون تخفي أسرارها، أسرار ستكشف وأخرى ستبقى طي الكتمان. حكايات مستخبية مع حنفي السيد. الواحد أحيانا بيبقى عارف الغلط ويقنع نفسه انه صح. سبحان الله، في حياتنا اللي ما بنعيشهاش غير مرة واحدة بس، واليوم اللي بيعدي من عمرنا ما بيرجعش تاني. على رأي أم كلثوم، قول لي الزمان يرجع يا زمان. لا يمكن. اليوم اللي بيروح من عمرك ما بيرجعش تاني، والمفروض اللي يحزن عليه هو انت، لأن حياتك مجموعة أيام، كل يوم بينقضي اشطب عليه بيقل من عمرك في الدنيا. مش هنعيش غير مرة واحدة، فقراراتنا المفروض ما ناخدهاش غير بعد تفكير. بالظبط زي المشروعات، لما بنعمل دراسة جدوى، احنا بنعمل دراسة جدوى ليه؟ عشان نضمن ان المشروع ينجح. نفس الكلام بالنسبة لحياتنا، المفروض لما ناخد اي قرار في حياتنا نعمل له دراسة جدوى، علشان اليوم اللي بيضيع من حياتنا مش بيرجع تاني. احنا للأسف عاملين زي الفراشة اللي بتجري على النار وتفرح بالنور وهو في هلاكها. بنستغرب لما تقعد في اي نادي او اقعد في اي مكان مفتوح وبيكون في مصايد للناموس، بتشوف كمية ناموس على الارض ميتة نتيجة انها الفراشة او الناموسة بتجري على النور، بتتحرق وبتقع، ورغم كده غيرها بيجري على النور وبيتحرق ومحدش بيتعلم. بتبقى عارفة ان في هلاكها. زي بالظبط الانسان اللي لا قدر الله والعوذ بالله بيزني، هو عارف ان الزنا حرام وبيتهز ليه عرش الرحمن، وشرعا المتجوز يجلد، واللي متجوز يرجم، واللي مش متجوز يجلد. ورغم كده بنقع في المعصية، عارفين انه حرام جدا وشرعا الجلدة او الرجم، ورغم كده بنعمل المصيبة دي. فالإنسان أحيانا بيقع في الأغلاط أو بيقع في الغلط وهو مدرك وعارف، زي اللي بيروح لا قدر الله يعمل المصيبة دي، الزنا، بيبقى عارف انه غلطان وحرام وبيروح يعملها. طب انت جاي تلوم نفسك بعد ايه؟ ما انت عارف اللي بتعمله غلط. لكن بنقول الإنسان ربنا خلقه يغلط ونتوب، ومن رحمة ربنا يقبل استغفارنا. نغلط تاني، من رحمة ربنا بيقبل استغفارنا، ونرجع نغلط تاني ومن رحمة ربنا ان هو ربنا. لكن في غلطات بقى لو ربنا حتى سامحنا عليها ما ينفعش ان احنا نعوضها. زي عمرنا، لو قضينا عمرنا في المعاصي وربنا غفر لنا وسامحنا، طب عمرنا اللي ضاع، حياتنا اللي راحت. النهاردة معانا الأستاذ هشام بيحكي حكاية، هو كان عارف ان هو ماشي زي الفراشة لانتهاء مصيره، كان رايح للنار وفرحان بنورها، وكان عارف ان فيها هلاكه، ورغم كده انجذب بنارها ونورها ورحلة، وبيعاني وبيقاسي ومش قادر ينسى. أستاذ هشام بيحكي حكايته المستخبية وعايز يعرف رأينا. هو خلاص اللي حصل حصل، بس عايز يشوف هو عنده حق في اللي هو بيقوله ولا هو غلطان. يلا بينا. السلام عليكم، أنا اسمي هشام، عندي 33 سنة. صغير صح؟ طب تعالى أحكي لكم. أنا خلصت كليتي كان عندي 22 سنة.
بعد الجيش زي ما انتوا عارفين وندخل فترة اسمها فترة تجنيد. بنتجند في الجيش، خدمة وطنية، ده واجب علينا. صحيح كتير منا بيتمنى يطلع إعفاء عشان بقى يبتدي يشوف مستقبله، لكن ده فرض علينا حماية بلدنا. أنا أصلا من أسيوط، تجنيدي جه في اسكندرية، اتجندت في اسكندرية. فترة جيشي قضيتها في اسكندرية. طبعا كتير هيقولوا يا بختك يا عم، البحر والجو، مش أحسن ما كنت تروح شمال سيناء؟ يا ريتني كنت رحت شمال سيناء. يقولوا لي مش أحسن ما كنت تروح البحيرة الخطاطبة، ولا تروح آخر بلاد المسلمين السلوم على الحدود؟ احمد ربنا، اسكندرية انت كان عندك واسطة؟ أقول لهم يا ريت ما كنت رحت اسكندرية. اسكندرية بالنسبة لي كانت حلم، بحر، جو، خدمة سنة تنقضي، وقرايبي كتير في اسكندرية. يعني لو نزلت اجازات من الجيش هروح عند قرايبي، ما كل قرايبي في اسكندرية. كنت فرحان ورحت اسكندرية. سنة فترة تجنيد، ما كملت الشهر كنت بخرج أنا وزمايلي نقعد على كافيه نشرب شاي، اللي عايز يشيش مجندين بقى، بناخد إذن بتاع، ناخد يا دوبك البتاع بتاعنا ده وننزل الراحات بتاعتنا. اتعرفت على بنت هناك على البحر، بنات اسكندرية، الجمال، الرجولة، اللهجة الجميلة، العبارات اللي بتطلع من بقهم شهد مكرر. كانت بالنسبة لي مش حلم، كلمة حلم قليلة، دي كان حلم وأمنية. وادعي لي يا مايا، أنا محتاج دعواتك، لأن البنت دي كانت بالنسبة لي نجمة في السما فوق. أنا اللي من صعيد الجواني، بنت اسكندرانية ملكة جمال، تحبني. كانت فترة جيشي اللي عدى منها شهر، كل ما يخلص يوم أزعل، يا خسارة، لأن كنت عايل هم أخلص جيش وارجع بلدنا واتحرم من حب عمري. كنت بخرج أقابلها كل يوم تقريبا، نقعد على البحر نتفسح، أمسك ايدها. أيوه، أجمل قصة حب عشتها. شهر في التاني في الرابع في السابع لقيت نفسي مش قادر، وهي كمان حبتني. قلت لها ما اقدرش اعيش من غيرك. قالت لي وانا ولا انا. قلت لها انا من اسيوط وعندنا ارض، ما ينفعش ان انا اسيب ابويا لوحده واقعد في اسكندريه، ده هم مستنيني اخلص جيش، حتى الوظيفه ابويا يقول لي هتعمل بها، تعالى شوف ارضك وحالك ومالك. عندنا 5 فدادين وعندنا جرار وعندنا سعيه في البيت، ما اقدرش اسيب ده كله على ابويا. ده ابويا بيحلم باليوم اللي اخلص جيش ويقول لي خد انا هقعد مع عمك في البيت، انا كبرت وكلنا وشربنا وهنينا يا ابني، انا شقيت العمر كله، شيل عني. وانا مستني اخلص جيشي عشان اريح ابويا وامي. قالت لي ده انا احط ابوك في العندي وامك في العندي. قلت لها لما ابويا وامي تحط هنا واحده وهنا واحد انا فين؟ قالت لي انت واخد الحته الشمال كلها. يا لهو على كلامها، سحرتني. شوف تقول لي ايه؟ ده ابوك في العندي وامك في العندي. اقول لها اما انا هكون فين؟ تقول لي انت في الحته الشمال واخدها كلها. كان كلامها عباره عن بنج موضوعي، خليكش تحس بحاجه غير انك ملكت الدنيا كلها. هي بالنسبه لي الدنيا كلها. كلمت ابويا وامي، كنتش اقدر رغم ان انا مكسوف وخجول، بس كنت بحبها. اتجرأت يا ماي،
عايز احكي لك على حاجه بس ما تضحكيش عليا. خير يا واد؟ خير يا هشام؟ انا حبيت بنت اسكندرانيه يا واد. ومالهم بنات بلدك يا واد؟ هي الاسكندرانيه هتقدر تعيش عندنا في اسيوط؟ وكمان بيت فلاحين، ما انا من قريه مش من اسيوط نفسها. قلت لها يا امي انا لو خدتها جهنم هتبقى بالنسبه لها جنه. يا واد انت تتحب، ام طيبه انت تتحب ويا بخت اللي تاخدك. بس يا واد عوايدها غير عوايدنا. قلت اهم حاجه اخلاقها يا امي. قالت لي على كل منهم يا ابني يوم المنى، بس اشرط عليها هتعيش معانا في البيت. قلت لها يا امي هي جات امك في العندي وابوك في العندي. قالت طب كلم يا حبيبي قرايبك هناك وانا هخلي ابوك يكلمهم يسالوا عليهم. اعمل معروف احنا مش قد الاسكندرانيه. قلت لهم يا امايا اسالوا وبراحتكم. وفعلا سال ابويا كلم جماعه برضو قرايبنا في اسكندريه، لقوا البت كويسه وابوها راجل كويس وعلى قد حاله. وجه ابويا فعلا زار القرايب والحبايب ورحنا اتقدمنا. وابويا قال لها احنا فلاحين يا عروسه، احنا فلاحين، احنا لا نخليك تروحي غيط ولا هنخليك تدخلي عند السعيه. السعيه دي اللي هي البقر والجاموس يعني. انت يا حبيبتي هتدخلي تنوري بيتنا، مالكيش في حاجه خالص غير انك تخدمي جوزك، وانا وامه بنخدم بعضينا. احنا مش عايزين من حاجه غير سعاده ابننا ويبقى في وسطينا. اخواته البنات متجوزين واخوه الصغير عنده 5 سنين، وانت هتاخديه هتبقى ست الكل. تقعدي في البيت معززه مكرم، اللي تشاوري عليه مره البيت ابننا يجيبه، وكل احتياجاتك عندي. ويوم ما تحبك تيجي اسكندريه زي بعض يا بنتي، على الاقل هيبقى كل 2-3 عشان نبقى متفقين. ورغم كده تعالي انت واهلك شوف البيت اللي هتعيشي فيه وشوف البلد اللي هتعيشي فيها، علشان يا بنتي ده جواز. وابويا قال لي يا ابني ده عايشه في اسكندريه، البحر والهوا والمحلات والسوبر ماركت والهايبرات يا ابني احنا ما عندناش كارفور ولا عندنا الحاجات الحلوه اللي في اسكندريه. خليها تيجي هي وابوها وامها وتشوف. وقلت لها يا جيجي، هي اسمها جيهان، يا جيجي ابويا مصمم تروحوا عندنا البيت وتشوفي بلدنا. قالت لي لو جهنم اي حته هتكون فيها جنه، لا لازم تيجي. جت من غير ما اجي، قلت لها لازم تيجي. وفعلا ابوها جه وامها جت وهي جت وجوا عندنا البلد وشافوا البيت وودناهم الغيط وورانا لها بيتنا. وقلت لها هتقدري؟ قالت مش هكون معاك. قلت لها مش هسيبك. قالت لي جنة، ما عندناش بحر زهقت منه، ما عندناش محلات البركة فيك تجيب لي كل حاجة، لما تحب تتفسح مفيش غير اخواتي البنات اخواتي واروح اقعد معاهم. كنت فرحان، كنت سعيد بكلامها. والله اكتر من كده ابوها وامها قالوا لها يا جيهان يا جيجي فكر يا بنتي، البلد جميلة وحلوة بس اوعى تنبهري بيها كجو جديد وعيشة جديدة، لا ده هيبقى عمرك كله. قالت اهم حاجة هكون مع هشام. عملنا لهم فطير وعسل ابيض وجبنة وزبدة واعطيناهم خيرات الله وهم ماشيين، لانهم جينا الصبح بدري. قمنا بالواجب وزيادة وروح على اسكندرية. امي البت عجبتها وابويا البت عجبته، وكانت بدماغه حلاوه بكلامها وخفة دمها، والبت خفيفة وحلوة فراشة جميلة. وانا كنت ماشي وراها بالظبط والله زي اللي ماشي ورا نور، بس كان قلبي حاسس النور ده في نهايتي، بس كنت مغمي. وفعلا جبت لها شبكة محترمة وجهزت الشقة بتاعت بيت ابويا واتجوزنا. مش هتصدقوا
بعد ما دخلت عليها في الصباحية، وجات أمي وجا أبويا وإخواتي العادي يعني، طلع له فوق في الشقة بتاعتي فوق في البيت. الزيارات والناس داخلة والناس طالعة. والله يا جماعة زي ما بقول لكم كده، الساعة 6 بالدقيقة لقيتها بتقول لي ده احنا في الصباحية، في الصباحية يعني في اليوم في الصباحية الساعة 6 المغرب، بتقول لي أنا زهقت ما تيجي نخرج. قلت لها انت ده احنا في الصباحية، ده أول يوم، نخرج نروح فين؟ دي تبقى عيبة كبيرة. يقولوا العريس سايب عروسته وخارج بيها وهو لسه داخل عليها في الليل. زهقت والله العظيم. أصلا طب ما تيجي نتمشى شوية. نتمشى نروح فين؟ ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده بعد. المهم قعدنا 5 أيام عايزة تخرج. طب نروح لإخواتك، تروح تقعد عند أختي دي شوية وعند أختي شوية، وتنزل تقعد مع أمي شوية. أبويا وأمي وحشني، أصلا أنا مش متعودة. أنا مش قلت لك؟ لا أنت الجنة كلها. طيب شهر 2 3 هوب أنا حامل. طبعا فرحة غير عادية، فرحة غير عادية. أبويا كان قال يا بنتي كل 2 3 تروحي عند أهلك تقعدي أسبوع. جت اهو الشهرين خلصوا وعدى كمان نص شهر تاني. أبويا قال حقك يا بنتي، خلاص كمل الأسبوعين دول يبقى 3 أشهر عشان اللي ببطنك وسافري. وفعلا عدت ال3 أشهر وسافرنا. يوم ما ركبنا القطر كنت تحس إن واحدة كانت واخدة تأبيدة وجالها قرار عفو رئاسي. والله زي ما بقول لكم كده، واحدة واخدة تأبيدة وفجأة المأمور بيقول لها إن جالك عفو رئاسي وألف مبروك انت طالعة. كانت خارجة من بيتي الفرحة اللي على وشها. ركبنا القطر وصلنا اسكندرية على بيت أبوها. أبوها وأمها الحمد لله على السلامة الله يسلمه. إيه الأخبار يا جيجي؟ وحشاني اسكندرية يا ماما. أنا هنزل. تنزلي فين؟ أنت لسه بهدوء؟ لا 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 عايز أنزل أشوف البحر. يا بنتي أنا تعبان، ده مشوار يهد الحيل. شوف بقينا كام ساعة. لا أنا مقدرش، كل حتة في اسكندرية وحشاني. قلت لها أنا مقدرش أنزل أنا تعبان. قالت ما تنزلش. نزلت هي. نص ساعة، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات. يا بنتي انت فين؟ انا قاعدة على البحر. طب اطلع. ايوه انا جاي. راجعة مش شبعانة من اسكندرية. لا 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 انا مش شبعانة منها. امها قالت لها وبعدين؟ قالت لا مفيش حاجة مفيش حاجة، ده الدنيا كلها مع هشام. طيب قعدنا اسبوع ورجعنا تاني. ربنا كرمنا ورزقنا بابني سميته على اسم ابوي هاشم. بقى هشام هاشم، ما عجبهاش الاسم. يعني ايه هشام هاشم؟ يا بنتي ما اسم حلو على اسم ابوي الحاج هاشم. لا طب نسميه محمد هشام او احمد هشام. ابويا قال وماله، خير الاسامي يا بنتي محمد. ماشي خلاص يبقى احمد هشام. لا محمد هشام. خلاص محمد هشام. سمينا محمد هشام. بس انا كنت بقول له يا هاشم. ما كملناش والله يا جماعه، ما كملناش 2 سنين. وقالت لي انا مش قادره. انا قعدت ال2 دول عشان خاطرك انت. انا من اول يوم وانا مش طايقه. قلت لها مش ده اللي قلت لك عليه؟ قالت لي لا انا ما اقدرش استحمل ده. قلت لها ما اقدرش اسيب ابويا، ولو رحت اسكندريه اشتغل. لا الشغل كتير. قلت لها اشتغل دليفري ولا ابيع في ريسك على البحر ولا اجيب صناره واقعد اصيد سمك؟ في ايه؟ سكتت. ده انا بضحك معاك، ده انا بضحك معاك. وفعلا كل 3 اشهر كنت اخدها اسبوع. النغمه زادت والخناق زاد ومشتاقه العيشه واللي عايشه.
وابتدت معاملتها مع ابويا وامي، انا متضايقه، انا ما تنفعنيش العيشه دي. ابويا يقول لها يا بنتي ما احنا جايين لك، وامي واخواتي البنات. بس كانت ترجع تقول انا ما اقدرش اعيش من غير هشام، انا ما اقدرش اعيش من غيره. لغايه ما من سنتين كده رحنا عند اهلها، لقيتها واخده هدومها. ايه يا بنت الهدوم ده كله؟ جات في حاجات ضاقت عليا عايزه اوسعها، اصل الحمل والولاده. خلاص عايزه توسع هدومها، عباياتها بتاع. كانش في دماغي اي حاجه. يا دوبك رحنا اسكندريه، فضت هدومها كلها في الدولاب، في دولابها. ولقيت ابوها وامها بيقولوا لي يا ابني هي مكلمانه وهي مش هترجع تاني. يعني ايه؟ يعني يا ابني مش هترجع تاني. جيجي في ايه؟ لا انا ما اقدرش اعيش عندكم في الصعيد. مش كنت بتقولي نارك جنتي؟ مش كنت بتقول لو في النار بالنسبه لي؟ فين الكلام ده؟ ما قدرتش. انا بحبك وكل حاجه، لكن لا، تعال اقعد معايا هنا وكنت تحت رجليك، لكن في البلد لا. انا لا عارف اخرج ولا عارف اطلع ولا عارف اعيش. اطلع من بيتنا على بيت اختك نفس العيشه واللي عايشينها. لا 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 انا ما اقدرش. ده انتوا مش في المدينه، انتوا ما انت كنت في القريه وكنت مبهوره بيا. انا كنت منبهر انها حاجه جديده. بعد كده لا انا ما اقدرش. قلت لها وانا ما اقدرش. كانت هي متفق مع ابوها وامها على كل حاجه، وقالت لهم يا ماما انا مش عايز حاجه منه، انا هتنزل عن كل حاجه بس مش هعيش في الصعيد. هي عارفه اني بحبها، كانت هياجله ان انا هبيع ابويا وامي وارضنا وخيرنا. انا ما اقدرش. انا بحبها صحيح، وبيع نفسي عشان خاطرها صحيح، وممكن اقعد اشتغل في اسكندريه وابيع التراب صحيح، لكن ما بيعش ابويا وامي ابدا، ولا اكسر ابويا وامي وارجع ابويا تاني في الغيط للشجا بعد ما شلته وريحته. لو عليا والله كنت قعدت في اسكندريه عشان بحبها، لكن عشان خاطر ابويا وامي ادوس على قلبي. قلت لها مش هينفع. ابوها قال لي يا ابني احنا مش هناخد الفرش في بيتكم وفي شقتك. خلاص يا ابني. دهبها فيتها. قلت له الواد. لقيتها بتقول لي خده. يعني ايه؟ ده انت امه. قالت انا عارف ان حمايا وحماتي ما يقدروش يستغنى عني. طب وانت؟ انا هعيش حياتي، انا مش هشيل من دلوقتي هم عيل بالسهوله دي. بالسهوله في ام بتعمل كده؟ شفتوا ام بتعمل كده؟ يمشوني من عندهم وانا شايل ابني؟ تقول لي انا مش هقدر اشيل مسؤوليه، انا لسه اصل انا الفتره دي كلها عايز اكنسلها من دماغي خالص، عايز ارجع زي ما كنت وابدا حياه جديده. طب وانا في حياتك ايه؟ انت اللي بعتني، ما انا بقول لك عيش معايا. وبتضحي بابنك بالسهوله دي؟ قالت لا انا عاطيه لابوه. وفعلا رجعت، ما بيتش والله، في عز التعب رجعت شايل ابني على كتفي. يا واد فين مراتك؟ قلت لها مش هتقدر تعيش يا امال. خدت ابني حطته في حضنها. حقك علينا يا ابني، ده الطفل الصغير، احنا كنا عارفين ان ما تقدرش تعيش، بس ابوك يا حبيب، ابوك يا باي. قلت لها ربيه انت يا اماي. قالت يا لهوي ده حته من قلبي يا ابني. الواد ابتدى يمشي اليومين دول، امه ما بتسالش فيه، امه ما تسالش فيه. دي امهات دي ام دي. مش هي دي كانت بتقول لي نارك جنتي على راي الاغنيه؟ اقول لها ده احنا في قريه وابويا صمم ان ابوها وامها وهي تيجي تشوف العيشه وتشوف البيت وتشوف الغيط وتشوف السعيه وتشوف كل حاجه، ووافقت وكانت فرحانه. بس الساعه 6 في الصباحيه في نفس اليوم جت انا زهقانه ما تيجي نخرج. كنت عارف ان هيجي اليوم ده. مش بقول لكم انا كنت زي الفراشه اللي ماشي الى طريق نهايتي. ضاع 2 من عمري وراجع بقى ابني، امي اللي بتربيه. يبقى انا اللي عملتها في نفسي ولا لا؟
بقيت بقعد في الأوضة أخبط نفسي بالجزمة. ما سمعتش كلام أبوي، ما سمعتش كلام أمي، ما سمعتش عقلي اللي كان بيقول لي ما تقدرش تسيب العيشة دي وتيجي تعيش في بلدنا. كنت عارف إن ده هيحصل، لكن قلت قلبي، وطب مشيت ورا قلبي ونسيت عقلي. وبقيت كاتم في نفسي دلوقتي خبتي اللي ما فيش زيها. ضحكت على نفسي وضيعت حياتي، وجبت طفل محروم من أمه علشان ما عرفتش إن استحالة واحدة عايشة في أضواء المدينة تيجي تعيش في دهاليز قرية في الصعيد الجواني. حقكم عليا سمعكم حكاية من واحد ما قدرش يعمل دراسة جدوى لحياته، ولا يفكر في مستقبله، مستقبل عياله، لما نجري ورا قلبه ورا جمال واحدة بلهجتها وصوتها وكلامها الحلو اللي كانت بتقول لي ابوك هنا وامك هنا وامك هنا. اقول لها وانا فين؟ تقول لي انت واخد الحته الشمال كلها. اهو ادي الكلام. الحمد لله قلت بس افضفض معاكم عن خيبتي. الناس خيبتها السبت والحد، وانا اهو هشام والله خيبتي ما وردت على حد، لانه كله نبهني بما فيهم قرايبي. البنت كويسه ولا كويسين، بس ما تقدرش تعيش في الريف. انت ممكن تجيب واحده من بلدكم تعيش في اسكندريه وتعمر، لكن صعب يا ابني تاخد واحده من اسكندريه تعيش في قريه في اسيوط. صعب يا حبيبي. ما سمعتش كلام لا امي ولا اخواتي البنات ولا قرايبي وادينا. والحمد لله رب العالمين معايا ابني عايش زي اليتيم من غير ام، بس ربنا يخلي لي امي. وادي حكايتي. السلام عليكم. دي حكايه الاستاذ هشام اللي هو فعلا زي الفراشه اللي جري على تهلكته لما ما سمعش كلام حد، وسمع ان الحب ممكن يصنع المستحيل. الحب يصنع المستحيل في روايات احسان عبد القدوس، بس مش في الدنيا اللي احنا فيها. اكتبوا رايكم يا جماعه في الكومنتات. ودي حكايتنا النهارده. بكره من نفس المكان في نفس الساعه والاوان هيكون معنا حكايه، وبرضه حكايه مستخبيه.